اليوم كنا في واحد النشاط اللي هو كان نشاط رائع جدا ديال جاز انترناسيونال داي، وكنا فرحانين بزاف لان طلقنا واحد الجمهور اللي هو رائع جدا، وكنتمنى انه ينال اعجاب الجميع. وهذه فرصه كانت لنا جميعا لان مهرجان اول مره غادي يكون في مدينه طنجه، وبالنسبه للاب ديالي فهو فرحان بزاف لانه هو الشخص الوحيد اللي عطى التاريخ، وهذا التاريخ هو اللي وصلنا اليوم باش حنا شاركنا اليوم في جاز انترناسيونال داي. اكيد كان واحد شعور رائع لان باش تغني مع موسيقيين فنانين كبار اللي فهذا شرف لينا كبير، وشرف لي لانني لعبت معهم اليوم، ولعبت مع الاب ديالي اللي حتى هو كيتسمى واحد فنان اللي هو كبير اللي لعب مع عده فنانين كبار. فرحانه بزاف اننا نحتضنوا واحد ليفينمون لي انترناسيونال بهذا الحجم هذا بور لا جورني انترناسيونال دو جاز. سيتي ان مومون هيستوريك. هذه هي الحاجه اللي غادي نقدر نقول ملي كتشوف لا كولتور ديالك ميلونجي افيك دوطخ كولتور اللي عالميا، وكتشوف دي ستار دو موند اونتيي فوق واحد لا سين اللي هي في طنجه في مسرح اللي ينتمي الى هذه المدينه. انا فريمون فيير دو سيت مانيفيستاسيون، فيير دو ما فيل ناتال طنجة. كيف ما لاحظتوا اليوم عشنا اليوم واحد الاجواء اللي هي اجواء غير عاديه. اولا افتتاح وتدشين قصر الفنون ديال طنجه اللي كان عندنا الشرف باش يدشن اليوم. ثانيا احتضان مدينه طنجه الحفل العالمي اليوم العالمي للجاز اللي كما لاحظتوا لي هذا الجو كان الاقبال عليه كبير من قبل الساكنه ديال طنجه وجميع الزوار لا من الهيئه الدبلوماسيه ولا من سيد الوزراء. اليوم حنا في طنجه فرحانين بزاف لان طنجه مشات العالميه. طنجه ولا حد اسم طنجه اللي هو ولا كيتداول في جميع انحاء العالم. هذه انطلاقه اليوم ديال مدينه طنجه العالميه بحال اللي قلنا، وان شاء الله يكونوا هذه بدايه لعده لقاءات ومؤتمرات ومهرجانات عالميه لا تحضرهم المدينه.